السلام عليكم الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد صابله البنات بالنكهه ديال القهوه والكاكاو والكراميل، كيجي البنات خطير في المذاق ديالو. نتمنى انكم تجربوه وبالصحه والراحه، وندوزو ان شاء الله لائحه المقادير. بالنسبه للمكونات، عندي كاس ونص ديال السكر سنيده، من الاحسن تكون سنيده رقيقه. عندي كاس ونص ديال العنبه ديال الزيت، 250 غرام ديال الزبده، عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو، معلقه صغيره ديال النكهه ديال القهوه، الا ما كايناش عوضوها واحد ساشي ديال نيسكافي، قريصه ديال الملحه، 2 بيضات كبار، الا كانوا صغار ديروا 3. ندوزو ان شاء الله للطريقه. غادي ندير 250 غرام ديال الزبده، كاس ونص ديال السكر سنيده، حيت انا البنات هاد الصابلي غادي نلصقها بنيسلي كراميل، يعني باش تجي الحلاوه معتدله. عندي هنا زلافه، غندير قريصه ديال الملحه، غادي نخلط هاد المكونات مزيان. وهنا البنات في المقادير نسيت ما قلتش لكم، معلقه كبيره ديال الجليكوز ضروري البنات ديروها في صابلي. غادي نخدم هاد الزبده مزيان مع السكر سنيده. هنا الغزالات غادي نضيف 2 حبات ديال البيض، هنا البنات ضفت 2 حبات ديال البيض، غادي نخدمها مع هاد الزبده. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش النكهه ديال القهوه غادي يديروا نيسكافي، غتاخذوا واحد المعلقه صغيره ديال الماء، غادي ديروا فيها ديك نيسكافي تذوبوها فيها وعاد تضيفوها. درت واحد المعلقه ديال الجليكوز. غادي نضيف دابا هاد الزيت، انا هنا البنات كان عندي الجليكوز في الثلاجه، من الاحسن البنات خرجوه قبل. هنا غنضيف 2 معالق ديال الكاكاو، زعما غادي نخدم هاد الزبده مزيان مع داك الكاكاو. هنا البنات غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الروح ديال القهوه اولا النكهه ديال القهوه. هنا الغزالات غادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه حتى تجمع ليا هاد العجينه ديالتي. البنات تكون نوعيه جيده ديال الحلوى وتكونوا مغربلين. هنا البنات خدموا صابلي غير بالريوس ديال الصباح. هنا البنات يمكن لكم تضيفوا فيها حتى النكهه ديال الشوكولاط، اولا تضيفوا تزيدوا لها شويه ديال البودره ديال اللوز، نتوما الاختيار ديالكم.
انا الغزاله ديالي غنبقى بحال هكا حتى نكمل نجمع هاد الخليط ديال الصابلي ونتلاقاو ان شاء الله. هو العجينه ديال الصابلي انا غادي نديرها فواحد البلاستيك وندخلها للثلاجه حيت عندنا الحال سخون بزاف. غادي ندخلها للثلاجه غير على ما تشد راسها. بالنسبه للبنات هاد العجينه يمكن لكم تعجنوها وتخليوها تبات في الثلاجه، تسرحوها ما بين جوج ديال البلاستيكات وديرها في بلاطو وتخليوها تبات ليله في الثلاجه، ماشي في كونجيلاتور غير في الثلاجه. ولا غد لي عادي يمكن لكم تشكلوها. انا البنات غادي نخليها غير تشد واحد شويه راسها في الثلاجه ونتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوها. هنا الغزالات خليت صابلي يرتاح غير واحد شويه العجينه ديالته. هنا غادي نديرها بين جوج ديال البلاستيكات وغادي نطلقها بالثلاك. هنا البنات ما بغيتش صابلي تجيني رقيقه بزاف، غزالات غادي منين طلقنا الصابلي ديالنا نتوما كي كتشوفوا السمك ديالو كنخليو واحد شويه غليظ، غير واحد شويه باش غادي نعاودو ندوزو عليه هاد اللك البنات اللي كيكون بحال هكا مشرط، يعني غادي تزيد صابلي تطلق واحد شويه. هنا غنحاولوا نجيبو هاد نتمنى الغزالات يكون واضح معكم الفيديو. دابا غادي ناخذ البنات هاد الطبق هذا ديال دمعه ولا كل واحد واش كيسميه، غادي نطبع بهذا صافي ندوز نحطهم في الطاوه وندخلهم الفران. بالنسبه للطياب البنات راه بحال ديال الطياب ديال الصابلي عادي. بالنسبه لهاد العجينه اللي كتبقى لينا ما كنعجنوهاش البنات، كنحطوها تحت العجينه اللي غادي نخدموا بها جديده. هذا هو الشكل البنات بعد ما طبعتها. دابا غادي ندوز نحطها كما قلت لكم في الطاوه وندخلها للفران ونتلاقاو ان شاء الله. هنا الغزالات بعد ما طاب الصابلي هنا عندي واحد شويه ديال الكاوكاو شديتو حمرته واحد شويه في الفران وهرمشتو البنات. هنا عندي واحد العلبه ديال النيسلي طايب، يمكن لكم البنات تستعملوا حتى ديال الدار النيسلي اللي كنصايبو في الدار. هذا البنات هو الشكل ديال الصابلي. هانتوما البنات راه ما كيتبدل ليها لا شكل لا حتى شي حاجه. هانتوما هنا البنات غادي نلصق بنيسلي، يمكن لكم البنات تلصقوا باي تعليكه بغيتو، غير هو نيسلي كراميل البنات كيعطي واحد المذاق زوين. حتى ديال الدار ما كيجيش الفرق بيناتهم. مع الكاوكاو البنات كتجي غزاله. يمكن لكم البنات ديروا التعليكه ديال الشوكولاط او تستعملوا الفيرميسيل حتى هو كيجي مزيان. ندوزو ان شاء الله نبداو دابا نشكلوا الصابلي ديالنا. انا هنا البنات غادي نخدم غير بيدي. انا علاش قلت لكم البنات ديروا السكر ناقص في الصابلي باش البنات فاش كديروا بحال هكا كتلصقوا بالنيسلي ما كتجيش صابلي حلوه بزاف. راه كاين شي بعض المرات كناخذوا شي صابلي راه ما كنقدروش ناكلوها بالحلاوه.